بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا عدد ما أحصى كل شيء عددا. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. الحمد لله القائل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العظيم. طبعا الأحداث لا تخفى عليكم، وهذه رسالة أوصلوها وأنشروا هذا الفيديو إلى كل حكام الأعراب المنافقين، وإلى كل من يشمتون بالشهداء وأبطال المقاومة، إلى كل من وقفوا حاجزا وسدا منيعا أمام القطرسة الصهيونية اليهودية، إلى من يشمتون بالمقاومة وأبطالها، إلى من يشمتون بمن استشهدوا على طريق تحرير القدس ومسرى الرسول صلى الله عليه وسلم أولى القبلتين. هذه الرسالة إلى حكام الأعراب، ومنهم حكام الخليج العربي من باعوا دينهم بدنياهم، إلى سلمان وابنه، إلى بن ناقص شيطان العرب الأول الذي باع العروبة والإسلام. خانوا العروبة والإسلام واستبدلوا بدل الإسلام التكنولوجيا الحديثة والرقص والقنى وناطحات السحاب وكرة القدم وشراء كباتنة أوروبا بالمليارات بل بالملايين، وباعوا دينهم بعرض قليلا تافها وبثمن بخس دراهم معدودات، وكانوا فيه من الزاهدين. باعوا دين الإسلام وباعوا العزة والكرامة والشرف. إلى سلمان أوصلوا هذه الرسالة إليك أيها المجرم، إلى سلمان وابنه، إلى ابن سلمان الذي قصف الأخضر واليابس. سؤال يطرح نفسه: هل روئت؟ هل شبعت من أشلاء دماء الأبرياء اليمنيين؟ هل شبعت وقد هذه السنة العاشرة ستكتمل؟ هل شبعت نفسك الأمارة بالسوء من أشلاء أطفال اليمن ونسائها وأبريائها ومواطنينا من قصفتهم على الجسور وفي الأسواق وفي النوادي وفي مخيمات الأعراس وفي مخيمات العزاء؟ هل ارتويت دما مسفوكا من دماء اليمنيين؟ وهذه السنة العاشرة أيها النمرود، ألا تعرف أن هناك نارا وجنة؟ لم تشبع بعد الآن، فما زال الشعب اليمني تحت الحصار، وما زلت تقتل اليمنيين في الحدود، فأي مجهول تقتله، رغم أن الإسلام لا يأمرك بهذا أن تقتل اليمنيين. من أمرك؟ الله قال: والأرض وضعها للأنام. ليست الأرض ملكا لك يا آل سعود يا آل سلول. كل يوم واليمنيين يقتلون على حدود المملكة الصهيونية. قبل أمس يقتل عدة ناس من اليمنيين، يقتله كأنه ذباب. من صرح لكم في هذا؟ هل أذن لكم الله أن تقتل أخاك المسلم الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ هل يكفيك ما قسمت اليمن ومزقتها وقسمت أشلائها وأحدثت شرخا في النسيج الاجتماعي؟ ألا يكفيك إلى الآن؟ والآن تشمتون بشهداء وأبطال وقادة عظماء قاتلوا من أجل تحرير القدس ومن أجل كرامة الإسلام، وأنتم خنتم الإسلام يا من نزلت الرسالة إليكم. هذه الرسالة توصل. طبعا باقي المنافقين العرب كثير، منهم الأردن وملكها والسيسي وجيش مصر الذي يستعرض، وهم كالأنعام بل هم أضل. لماذا تستعرضون بالقوات؟ ليس بينكم أنتم وغزة إلا فاصل، اتركوها اليمنيين. افتحوا لنا طريقا لليمنيين وسنريكم من هم أهل المدد والسند. هذه الرسالة تصلونها وتنشرون هذا الفيديو ليصل إلى
الحفاة الرعاة في الخليج العربي، ولو هم ليس أعراب، وإلى الأردن، وإلى السيسي، وإلى كل عميل ومنافق ومداهن ومنبطح مع الاحتلال الذين يقتلون الأطفال ويغتصبون نساء وفتيات الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.